اهلا وسهلا بكم على صفحتي صفحة الصيدلي المتميز. في فيديو النهاردة ان شاء الله هكلمكم بمناسبة دخول الصيف عن واقيات الشمس وافضل كريمات حماية من الشمس موجودة في السوق. بس في الاول خلونا نعرف ليه لازم استخدم كريمات الحماية من الشمس. علشان تحميني من الاشعة فوق البنفسجية اللي هي اليو في اي واليو في بي بتاعة الشمس. الاشعة دي اضرارها كتير جدا على الجلد، بتعمل حروق شمس وبتعمل تصبغات ونمش، وبتسبب التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة، وبتسبب كمان سرطانات الجلد. فعشان أحمي نفسي من الحاجات دي كلها لازم أستخدم كريم حماية من الشمس. تاني حاجة وأنا بختار كريم الحماية من الشمس لازم أتأكد إن ال SPF بتاعه اللي هو معامل الحماية من الشمس أعلى من 30، ويفضل يكون 50. ولازم اتاكد ان هو بيغطي نوعين الاشعه اللي فوق البنفسجيه اليو في اي واليو في بي. ويفضل كمان لو هو مقاوم للماء تبقى مكتوب عليه كلمه ووتر ريزيستنت عشان ما يتمسحش مع العرق او مع الميه. ولو البشره عاديه او جافه يفضل استخدم الكريم، ولو البشره دهنيه يفضل استخدم الجل، ولو البشره مختلطه يفضل استخدم اللوشن. ايه هي بقى انواع الكريمات اللي موجوده في السوق؟ خلونا ندخل على طول في الكريمات. رقم واحد هو وايتن كريم. وايتن كريم ده الاس بي اف بتاعه 50، اللي هو معامل الحماية بتاعه 50، وبيغطي الأشعة اليو في اي واليو في بي، وكمان مقاوم للماء، ويحتوي على بعض من المواد للترطيب البشرة زي الهيالورونيك أسيد، وفي فيتامين اي، وفي زيت الجوجوبا، وفي زيت اللوز. ده خالي من البارابين وسريع الامتصاص وما بيسببش آثار دهنية ومناسب للبشرة الحساسة. طبعا الكريم ده ينفع لكل أنواع البشرة بما فيهم البشرة الحساسة، ينفع دهنية، مختلطة، جافة، عادية، حساسة. سعر الكريم ده 200 جنيه. رقم اتنين معانا في الكريمات هو اليو في برو. وده برضو الاس بي اف بتاعه 50، وبيغطي اليو في اي واليو في بي نوعين الأشعة، ومقاوم للماء، وبيحتوي على فيتامين اي والجليسرين كمرطب. والكريم ده مناسب لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة، وخالي من البارابين وسريع الامتصاص، وما بيسببش برضو آثار دهنية على البشرة. وده سعره 236 جنيه. رقم تلاتة معانا وهو الانفينيتي. الانفينيتي برضو الاس بي اف بتاعه 50، وبيغطي اليو في اي واليو في بي، وفي مواد للترطيب زي البنسينول والجليسرين. وفي منه نوعين، اللوشن ينفع لكل انواع البشرة زي البشرة الجافة والعادية والدهنية والمختلطة، والجل بس ينفع للبشرة المختلطة والبشرة الدهنية، وهو طبعا مقاوم للماء وما بيسببش آثار دهنية وسريع الامتصاص وخالي من البارابين. رقم أربعة معانا هو الريفون صن بلوك. ده صن بلوك فيزيائي. الاس بي اف اللي هو المعامل الحماية بتاعه 50، وبيغطي اليو في اي واليو في بي نوعين الأشعة، وهو عبارة عن كريم وخالي من البارابين. وده بس ينفع للبشرة العادية أو البشرة الجافة، لأن هو ممكن يسيب زيوت خفيفة على البشرة لأن هو فيه مرطبات كتير. وده بيسيب زي أثر أبيض كده على البشرة من بره، لأن هو واقي شمس فيزيائي، لأن هو يعتبر صن بلوك مش صن سكرين. وسعره 225 جنيه، بس هو حجمه كبير شوية 120 ملي. خامس نوع معانا وهو الكولاجرا. الكولاجرا برضو بيغطي اليو في اي واليو في بي، والاس بي اف بتاعه 50، وبيحتوي على البنسينول وفيتامين اي كمرطبات، وخالي من العطور والبارابين. وفي منه نوعين، اللوشن وده خاص بالبشرة الجافة والبشرة العادية، والجيل كريم وده خاص بالبشرة المختلطة والبشرة الدهنية وكمان البشرة الحساسة، وهو مقاوم للماء. اللوشن سعره 297 و 297 جنيه، وده 120 ملي، حجمه كبير يعني. والجيل كريم سعره 230 جنيه. شوية معلومات أخيرة ومهمة. واقي الشمس لازم يتحط قبل التعرض للشمس على الأقل 15 ل 20 دقيقة، قبل ما أتعرض للشمس من 15 ل 20 دقيقة. واقي الشمس لازم يتجدد كل ساعتين، لو أنا هقعد في الشمس فترة طويلة كل ساعتين لازم أستخدمه. واقي الشمس التاريخ الصلاحية بتاعته أو تاريخ الانتهاء مش التاريخ المكتوب على العلبة.
تاريخ الفتح لما بنفتح العلبة بنشوف في حاجات مكتوب عليها بعد الفتح 6 شهور صالح لمدة 6 شهور، وفي حاجات مكتوب عليها بعد الفتح لمدة سنة، ده بيبقى ظاهر على العلبة. فيا ريت ما نبصش على تاريخ صلاحية العلبة، نبص على احنا فتحنا امتى، استخدمنا العلبة امتى، ومكتوب عليها صالح لقد ايه بعد الفتح. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو حد عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتات وهنرد عليه، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك واعملوا شير عشان غيركم يستفيد.